سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله صباحك الشيخ. صباحك يا بعد راسي. الله يسعدك. عندي حلم لا أنت سم. يا شيخ. حلمت إنه شفت واحد كذا في الأرض ولابس كفن، ولما كنت طالع فيه كان يضحك ومبتسم وذاك الوقت، وكان يعني رافع يده متشهد، وأنا قلت يا رب إني يعني نفسي أموت ذي الموتة بدل ما أقعد أغني وزي كذا في الحلم. وكنت يعني لما طالع فيه كنت خايف كذا، كان في عندي خوف من الحلم نفسه، وانتهى الحلم. أنت تسمع أغاني؟ والله شوف، كنت أسمع لكن الحمد لله بطلت. بس إن شاء الله أن الله يحفظك بحفظه ويكفيك في رعايته بإذن الله. فأنا أشوف أنه خير لك، هذه مثابة الموعظة لك. المنام هذا مثابة الموعظة والتذكير لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك بحفظه، والله أعلم. جزاك الله خير. في حفظ الرحمن يا هلا فيك. إياك. بس جماعة ارفعوا التشير فوق، بس نبي التشير تكبيسكم عشان بس اللايف يصبح في البنر. سم مكشة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، ودي عندي استفسار. دائما أنا أحلم من يوم أني صغيرة يعني. الله يكرمك، المرحاض مثلا أنا أطيح فيه دائما، يعني أشوفه وسخ، الحمامات أشوفها وسخة، يعني زي اللي ضيق صدري. أبغى ليش كذا يعني؟ أبغى أرتبها، أبغى أنظفها، شلون الناس بيشوفونا أنت كذا؟ عزبانة مزوجة؟ لا، متزوجة. وبعدين الأيام الأخيرة صرت أشوفها دائما منسدة ولا يعني الله يكرمك، حتى البيارات زي كذا فايرة كذا. أنت كيف البطنية معك؟ اي والله تعبانة يا شيخ. عندك مساك؟ اي يا شيخ. هذا معك. تحسين أن البيارة منسدة صح؟ اي هذا يدل على دايم. إمساك عندك، يدل على إمساك. يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. أنا أقول راجع المستشفى، خذي ملينات، خذي، بس لأن المنام يتكلم عن شخصك، يتكلم عن، بس أنت عندك خمول في البيت، ما تحبين تشتغلين واجد. اي يا شيخ، هذا اللي متعبني بزيادة. يعني ما تشتغلين في البيت، يعني يتكركب عليك شوية أحيان. اي ما كنت كذا، بس تالي يا شيخ. وش تحسين فيه؟ يعني يصير زي القلق، الضيقة زي كذا، ما أقدر أقوم بالبيت. حلو، هذا منامك. تنقلين هم البيت، تبغين تنظفين البيت، لكن البيت شوي اللي هو متسخ، شوي اللي هو ما في نظافة، شوي لأنك ما أنت قادرة تشدين نفسك تشتغلين. ما أدري، بس أنا أقول لك لو راجعتي سويتي تحليل، بعض التحليل كامل، ممكن في نقص فيتامينات، ممكن في نقص شيء، ترى طيبة. مشكور يا شيخ، الله يجزاك يا خير. هلا يا هلا. وغير الاسم هذا من كشة إلى اسم زين، تفادي بالأسماء الزينة، ترى طيبة. يا الله يحفظك، الله أعلم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، أسعد الله صباحكم، حياكم الله وبياك. طيب، بنت حرب تقول كبسوه شيروا. سعدت يا بنت حرب، جزاك الجنة. خالد، وين أنت يا خالد؟ سبحان الله، في مسألة طلعته، في مسألة في مرحلة النضوج قبل السوشيال ميديا وبعد السوشيال ميديا. شوفوا، قبل السوشيال ميديا يعني حتى بعض المسائل الشرعية تخفاك، يعني حتى لو بغيت تسأل شيء، لكن الحين أصبح مع السوشيال ميديا فيه وعي أكثر بكثير مما كنا عليه أول. كنا أول الكتاب يا وين يجينا الكتاب ونطلب العلم فيه ونبحث فيه. الحين حتى البحث، أي واحد يدخل يبحث المسألة، يعني لما يسمعها أطرف عامي على طول يبحث المسألة، هو في جوجل تطلع على المسألة وأقوال العلماء والكلام فيها. فأنا أشوف أنها مخدومين يعني من هذه الناحية. الناحية الثانية، ما يجي شخص يجر عقلي يعني في بعض المسائل، العموميات يعني ما تجي، مستحيل يعني، ترك مستحيل، ما تمشي على الناس.
يعني تقول الحين ابو الياس يقول والله وقال البدر منير في كتاب وانا اتكلم، ترى يبحثون المتابعين عندك يبحثون كلامك ابو الياس صحيح ولا لا، يعني ما ذكرته صحيح ولا لا. انتهت مساله انك تطلع في اي منصه او تسجل وتكتب ونقول لك والله نعم صحيح ونمشي معك دبش عقولنا نجرها لك، ما عاد في. تروح تقول الكلام ترى نبحث عنك ونشوف وين كلامك صحيح ولا مو صحيح. مو صحيح ما اخذنا منك، مسبوق فيه نعم نقول والله قالوا بعض العلماء. سم. ألو، حياك. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمه الله. يا شيخ لو سمحت، أنا حلمت في بيت قديم جدا يعني حجري. طبعا الجدار طلع منه ثعبان. خلاص، الثعبان هذا يعني طلع منه ثعبان لونه لون طاووس. تمام. طبعا تحت في حوض فيه موية. الثعبان هذا طلع يبغى ياكل السلحفاة من الموية هذه. طبعا جاء ولدي مسك الثعبان وحطه بفمه وتغلب عليه لين قتله. والثعبان هذا مرة كبير. طبعا نزلت مع درج من البيت الشعبي هذا، في ناس يرقصون، قالوا لي تعالي ارقصي معانا. قلت لهم لا، أنا ما يمديني أرقص معاكم عشان أبويا متوفي، ما يمديني يعني. والثعبان هذا ولدي خلاص قطع راسه وكبير مرة، وكلهم الناس جو يتفرجون يقولون مين قتله؟ قال ولد فلانة قتله، وانتهى الحلم. المنام يدل على أذى من الجن، وأنه كم عمره ولد كم عمره؟ 12 سنة، ما عندي اللي هو ولد واحد. يا رب يرزقك في الذرية الصالحة. يا لكن أنا أشوف أنه أذى من الجن، هذا أذى من الجن ويحفظكم الله منه، والعلم عند الله في حفظ الرحمن. أوصيك بأذكارك، أذكار الصباح والمساء، حافظي على جميع أورادك إن شاء الله يا شيخ. والعلم عند الله. يا هلا كتب الله أجر وأجرك. سما. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا دخلت أبي منك يعني استفسار وأبي رموز الحلم. يا خالد، سما خلها على كيفها، لا تطلعها ولا لك دخل فيها، وأنا أنزلها من عندي. خلاص يا خالد. الله يسعدك يا رب. تدري ليه يا خالد ولا لا؟ يا بدر مطيري، تدري ليه؟ ها يا بدر، ها؟ شوف بنتك الله يحفظها لك يا شيخ. المشرف يقول يا شيخ ترى غيرت اسمها. ايش كنتي حاطه اليوزر الصحيح؟ ها يا ايش كنتي حاطه اليوزر؟ اليوزر كان اسمك ايش سابقا؟ وشو؟ أسماء. وغيرتيه سما. أي سما، بس هي عشان باختصار يعني. سما تفضل. يا شيخ أنا عندي استفسار وشيء عن المفسرين الأحلام. في بعض المفسرين يا شيخ يعني معلش على التعبير، بس ما عندهم أسلوب في التفسير يا شيخ، يعني عندهم أسلوب الترويع. مرة أمي فسرت حلم عند مفسر وما نعرف اسمه والله، بس في الواتساب، فعطاها قال إن زوجك بيموت وإن بنتك بتصير مطلقة وولدك بيصير معاق. وأمي حالتها بعد التفسير هذا أعوذ بالله يعني نفسيتها تدمرت. حتى لو كان التفسير هذا صحيح، بس على الأقل يكون عنده حس إن يعني تعرف المفسرين أنت يكون عندهم يعني أبشر بنعلق عندهم. وعندي رمز يا شيخ، وش معنى التمر الرطب في الحلم والألماس والذهب؟ طيب ناخذ كلمة. تمر الرطب قصدك رطب ولا تمر؟ الرطب هذا اللي الرطب له تفسير يدل على الرزق، لكن رزق سرعان ما يجيك ويذهب، لأن الرطب يتحول إلى تمر، إذا بقى عندك تحول إلى تمر، هذا يدل على رزق، لكن ما يطول بيدك. الثاني الذهب والألماس، بس شفته في حضني الألماس على هيئة الماس، لكن الذهب لا، كان على هيئة شموع. أعطيني الذهب على هيئة إيش؟ الذهب كان على هيئة شموع مضيئة، بس إنه كانوا يقولون فنتي ما شاء الله يعني في حضنك ذهب ألماس. لما طلعت في حضني لقيت فيه ألماس صدق يلمع، والذهب لقيت فيه شموع. سما أنت متزوجة؟ لا. كم عمرك؟ 34. ما أدري، بس أنا أشوف إنه حيكون أطفال،
بحضنك أطفال. الحمد لله. نعم، يدل والشيخ على الله الجواب يدل على الإعجاب. نعم. طيب لا تنسى مفسر الأحلام يا شيخ. لا، بعطيك شيء واحد. أول شيء إحنا دائما حتى في بثوثنا نقول الموت ما نفسره، والطلاق ما نفسره، والزوجة الثانية ما نفسرها. إيهاب اكتم الصوت إيهاب. فأنا أخوك ما هو من حقه أنه يقول هذا الشيء. يعني لو كنت في معصية ويقول لك اتق الله وتركي هذه المعصية، نقول هذا له مندوحة إن هذا عنده إنه المنام منذر أو محذر لك، واحد يحب يخبرك. لكن إنه وفاة ولا طلاق، لا، ما أشوف أنه يوجد ذلك. والله أعلم. أسأل الله أن يحفظك يا سما. الله يجزاك خير ويسعدك. يا أهلا بك. إيهاب حياك الله. إيهاب التركي تفضل. إيهاب الصوت الله يحفظك. إيهاب الصوت. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبوي. يعطيك العافية يا شيخ. تمام. شيخ لا أنت عندي منامين بس إذا سمحت، منام لي ومنام لزوجتي. سام. سم الله عدوك. خير والصلاة على سيدنا محمد. أنا في بر، أنا وولد عمي وخالي. ربيع ما شاء الله تبارك الرحمن. أشرتهم على يسارنا، قلت لهم هذا مكان تطلع فيه زهرة الخزامة. قال لي ولد عمي لا تطلع قدام. مشينا شوي اختفى من عندنا ولد عمي، ظلينا أنا وخالي. مرينا على عمال أو شيء، أحد ناس تشتغل بمعمل، وبعدها طلعنا نمشي أنا وخالي شايلين كيس. هو شايل من جنب وأنا شايل من جنب. كيس كان فيه شيء مخبوز أو حاجة كذا. ففيه صرصور أصفر كبير شوي. حاولت إني أطلعه وفعلا طلعته. بعدها في واحد ثاني دخل الكيس داخل وما عرفت أطلعه. بس خالد أنت أبو شاهد تتكلم من فين؟ من السعودية. ساكن بيت شعبي ولا وين؟ شقة قديمة تقريبا. لا بناء تقريبا عمره أكثر من 8 سنوات 10 سنوات. كم أولادك؟ ما رزقني الله بأولاد. عندي 3 بنات الحمد لله. يا رب يصلح لك ما أعطاك. إحنا أحيانا نطلق الأولاد في الذرية. طيب أسأل الله أن يحفظك. المنام بس دلالة تون أخوك، دلالة على أغراض تشترى وتتلف في المطبخ، يعني يحصل تلف لها. وأنا أخشى أن يكون هذا يدخل في الإسراف. فالإنسان يعني على أن أهل البيت يحرصون أن لا اللي يشترونه يعني يؤكل، لا يبقى ويخرب، يعني اللي ما تحتاجه، علشان لا تدخل في مسائل إيش تسأل عن النعيم تسأل عن هذا النعيم يوم القيامة. فلذلك لا تشتري شيء إلا أحيانا يحصل بعض الأشياء. نسأل الله أن يغفر لنا ويتجاوز عنا يا رب. هذا المنام، العلم عند الله. منام زوجك؟ الله يجزاك الف خير. منام زوجتي كانت تطلب من من أخوي حبتين بنادول. طبعا هو يشتغل في الخبز، فأعطاها خبزتين وأكلتهم. فكانت بعدها تقول ظهر لي إنه قاعدة مع حريم، وأمي أنا اللي هي عمتها. فجأة وراهم قاعد كأنه قاعد يجيها طلق، وطلع منها شيء كذا زي ماء الرحم أو ماء الرأس يقولوا له. هذا اللي جاها الطلق من هي؟ أمي أنا. أبو شهد أنت موظف؟ موظف أنت؟
موظف في مطعم. ايوه. راتبك 2000 ولا 4؟ لا اكثر الحمد لله. زوجتك تعمل؟ لا. زوجتك بيجيها 2000 ريال، يا الله يا كريم. اما ما تبقى من المنام فتحفظ عليه. فاستاذنك ابو شهد. الله الله يفتح لك يجزاك. ابواب رزق انت واسرك يا رب، يؤلف شكرا بين لك. قلوبكم. يا هلا حبيبي، يا هلا حبيبي، الله يفك. مرحبا مرحبا مرحبا. استكفون، ابغاكم اللايف ترفعونه شوي، ما زال اللايف ترى ما ارتفع. ارفعوا اللايف يا جماعه. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمه الله. يا شيخ، ابن عمي الصغير عمره 12 سنة. حلم في أخوي المتوفي الله يرحمه، كأنه طالع من الصالون ومتروش وكذا، ويسأله يقول له وين العطر؟ فهو استغرب يتكلم عن إيش، يعني عن أي عطر يعني، وبس خلاص قال إنه صحى من النوم. هذا المتوفي قال اين العطر؟ أيوة، يعني كان خلص من إنه تروش ولبس وكذا ويبغى يتعطر عشان يطلع وكذا يعني. اللي تعطر ولا ما تعطر المتوفي؟ لا ما تعطر، هو كم سأله عمره؟ يعني بس. كم عمره المتوفي؟ ممكن 27. أنا أشوف أنه المنام جميل له، ربما دل على كفارة الذنوب والعلم عند الله. طيب الله يا شيخ، أسأل، إذا المتوفي قال أنه كويس الحمد لله، هل هذا من محبتنا في الميت ولا هو فعلا دلالة على أنه في حال كويس يعني؟ هو يقول أنا كويس؟ إيه، يعني بنت عمتي سألته قالت له أنا ما جيتك يوم كنت مريض، يعني كيف أنت الحين؟ قال لها أنا كويس الحمد لله. خلاص، هو يخبركم عن مآله، المآل حسن والعلم عند الله. الحمد يا لله. رفيق، ادعوا حياك له، الله. ادعوا يا له، هلا، الله اللهم يعطيه اغفر له العافية. وتجاوز عنه. يا رفيق. سم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. الحمد لله انك رديت علي، والله مرة فرحان انك رديت. حياك. سم، تفضلي. انا اول شيء عندي استشارة وعندي حلم، امي هات، وش حلمت موضوعك؟ فيه. وش موضوعك؟ الاستشارة، سم، تفضلي. انا عندي اختي تعبانة يمكن لها فوق 12 سنة. طيب. تمام. يعني هي فيها مس، وكل ما جبنا شيخ يقرأ عليها، يعني مو انه عشان يعالجها، عشان ياخد فلوس. عرفت؟ يعني ما احنا لاقين راقي يعني. تمام. عرفت؟ وما احنا عارفين ايش نسوي. خلاص انت عجزنا. طلعتي معي امس، مدري قبل امس. لا والله اول مرة. ايوه. يعني ما احنا لاقين راقي. تمام. ايش تشور علينا؟ وهي مسكينة يعني من يوم ما خلصت الثانوي وهذا حالها. وشو حالها؟ ماني فاهم حالها. عندها أعراض مس، يعني حضر الجني. يبان عليها من عيونها، بعض أحيان يكون جالس في عيونها، يكون عيونها ما هي طبيعية، مغيبة أحيانا، تتكلم لحالها، تتهيأ إنه في أشياء في الغرفة. شوية تصحى من النوم هي مفزوعة تقول في ناس يبغوا يموتوني. شوية صوتها يتغير، تضحك لحالها. يعني لها أكثر من 11 سنة ولا 12 سنة على ذا الحال. يعني جبنا شيوخ مرة كثير، آخر مرة في رمضان يعني الشيخ جاء يقرأ عليها، يعني يطالع فينا وزي كده. يعني ما كان عندنا رجال، ما عندنا يعني رجال إحنا في البيت، إحنا بس حريم. صار يطالع فينا، يعني ما عجبنا الوضع وبطلنا يعني نجيبه زي كده. ليش ما عندكم رجل في المنزل؟ لا والله. ما في محرم لكم؟ والله ما في. ما في و... عصبة؟ اخوانك؟ والله خليها على ربك يا شيخ. يعني عندي أخ واحد وما رضي يجلس، قد ما أمي حاولت معه، هو أصغر مننا، قد ما حاولت معه ما رضي يجلس في البيت. يعني مرة ما رضي، قد ما حاولنا معه. بعدين أنا مو قلت له براضي الشيخ يعني ما يعيش رضي معكم في يجلس. البيت قصدك، ولا لا مو قصدك راضي يجلس، يعني يستنى الشيخ وكذا، فهمت؟ اصلا الشيخ اللي يجيكم غلطان؟ طيب إيش نسوي عاد؟ ايه يعني انت الان تقولين ايش نسوي؟ انا اقول لك ما انصحك اي رجل الان لو يكلمني يقول بروح عند هؤلاء، اقول لا تروح بدون محرم، لا تروح. والله ما في محرم، وهذا ما رضي يجلس. ما انا ما وديناها اعتذر، عند كذا شيوخ. انا اعتذر. انا مثل هذه الحالات انا والله
لا أتحدث عنها وأقول لك لا تجيبين أي رجل إلا في محرم. أنت أول شيء أذكرك لا تجي إلا محرم. مرض طيب تمام. عندي محرم خط أحمر عندي في الحياة. فلا تجيني تقول والله شيوخ ما شيوخ، القصور منك أنت إنك لا تجيبين أي رجل إلا في محرم. لا تقولين والله يطالع فيني ما يطالع فيني، يناظر فيني ما يناظر فيني. لا تجيبين أحد في بيتك إلا في محرمك موجود في بيتك. طيب يعني إيش تنصحني؟ إحنا بجدة أنصحك ساكنين. هذه حليها مع أخوك، ما طيب أنصحك حليتها مع أخويا، يعني أنا أبغى يعني شيخ ممتاز يعني هنا بجدة لو إنك تعرف. والله أهل الخير موجودين، ما نعدم من خير، كل منطقة فيها خير وفيها بركة. هو ده أنا بس أقول إني يعني دائما تنصحني بإيه؟ أقول ما أنصحك، أنا أخشى أنه يكون بس حالة نفسية معها، مريتوا بها على المستشفى النفسية. والله رحنا الطب النفسي حق عبد العزيز، إيش قعدت قال؟ سنتين عندها اضطرابات ذهنية ووسوسة قهرية، طيب وصارت الحين تاخذ تقولين أدوية وأشياء مرة خلاص، كثيرة، بس أنت إنه الآن هي في أعطيتيني أعراض. لحظة مم. أعطيتيني أن التشخيص الطبي حقها أن عندها حالة نفسية وأنها مريضة الآن، ثم مم. تقولين والله أنا جن. أنا أخشى أنه يكون ما لا جني ولا جنك، إنها فعلا هي مريضة نفسيا وهي تحتاج إلى علاج مم. نفسي فقط، ما هي بحاجة إلى شيخ، ما هي بحاجة. أنا اللي أفهمه من طيب أسلوب لها الكلام. أكثر من 10 سنوات هي في المستشفيات، من مستشفى طيب عادي. لمستشفى، يعني أنا اللي أروح معاها وكل شيء، طيب ما في إلا مهدئات ومنومات هذا يعطوها. العلاج، هو هذا العلاج النفسي. حالتها مرة ما تقدمت لأي حاجة، يعني أنا انقطعت عنها عن الأدوية يومين تصير أخص من أول. يا أختي إي نعم، مم. الأعراض الانسحابية تحصل معها. يا أختي مم. أنا أسألك سؤال، التشخيص الدكتورة وش قال لها؟ يقول لها عندها اضطرابات ذهنية ووسوسة قهرية. طيب يوم تاخذ العلاج تريح وتنام وتهدأ شوي؟ تهدى صراحة، بس إنه برضو مغيبة بعض أحيان، توسوس في الصلاة. هي كانت على التزام ما شاء الله تبارك الله. طيب ما في وش. شوفي أنا أخوك، أسأل الله عز وجل أن يشفيها يا رب، أسأل الله جل آمين في يا علاه رب. الشفاء. لكن يا أختي لازم نؤمن أن فيه في الحياة ناس يتعبون يبقون مريضين نفسيا. إحنا يا الرقاة ولا يا طلبة العلم ولا يا أهل الصلاح نقول يا جماعة حلها وعلاجها ترى عند الدكتور النفسي. مم. لما تقولين إحنا مر علينا مشايخ وما استفدنا منهم ورحنا للدكتور النفسي ولا استفدنا، لكن في تشخيص في الدكتور النفسي إنه يقول كذا، فأنا أوصيك أن تبقين على الدكتور النفسي نصيحة، وأن لا تأتين برجل إلى بيتك إلا في محرم. أذكرك بالله تبارك وتعالى أنت. إن شاء الله. الله يحفظك في عبد الرحمن. سلام. لا نتهاون في هذا الجانب، لا نجيب لا راقي ولا غير راقي، لا ملتزم ولا غير ملتزم، البيت إلا محرم. إيهاب حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. الله يحفظك. شيخ أنا عندي رؤية من قبل فترة شفتها يعني. الرؤية كانت كأني مع شخص، لكن هذا الشخص يعني ما معلوم عندي هو زوجتي أو شخص ثاني. أنت لما تقول زوجتي يعني رجل ولا امرأة؟ ما معلوم عندي صراحة، يعني ما معلوم عندي، بس طيب. كأنها زوجتي يعني. فأنا ماخذ هذا هذا الرجل يعني أو هذا الشخص ماخذه لمكان وكأنه هو المسجد النبوي، وأريد أشوفه يعني حلاوة المكان والراحة النفسية في هذا المكان يعني. فلما دخلنا خلينا نقول الباب، كانت في نقطة تفتيش، يعني في رجل يعني يفتش الناس. فأثناء التفتيش يا شيخ قال لي مبروك أنت اليوم راح تأذن، أنت اللي يعني تقيم الأذان اليوم. فأنا سألته قلت له يعني شنو السبب؟ وكأنه صاير لي حادث في هذا المكان وهذا جزاء لي، يعني أنت قبل فترة تأذيت أنت هنا أو صار عندي فد مشكلة معينة في هذا المكان، وهذا جزاء لك أنه أنت راح تأذن. فأنا يعني صراحة فرحت. فلما دخلنا ساحة كانت يعني من الدخول كانت فد ساحة موجودة. سمعت الأذان، قلت طيب مو مشكلة يعني ما لحقت أني أنا أذن يعني. وأنا داخل في هذه الساحة صارت غرفة يعني مقابلي غرفة. العفو أنا يعني تفتهم لهجتي أنا إذا أحكي عراقي. لا صوتك مفهوم يا أخوك. أي تمام. فصارت يعني غرفة مقابلي، طلع من عندها رجل
وهذا الرجل يعني لما نظرت إليه كان يعني على عكاز ويبي يعني يتوضأ حتى يذهب للصلاة. هذا الرجل يعني صورته كانت واضحة إلي، هو أحد أئمة الحرم المكي، وكأنه يعني الشيخ سعود الشرين. فأنا ذهبت لها يعني هذا الشيخ أريد أساعده، يعني أساعده في المشي لأن كان على عكاز وهذه. فلما وصلت سلمت عليه يعني سلام، كان يعني سلام حار، قبلت يده وراسه ويعني قبلت وجهه، وأعطاني يعني البشت اللي كان خاله على ظهره، أعطاني البشت، صفبت البشت يعني رتبته عدلته وانتهى الملف. أنت من العراق تتحدث يا شيخ؟ أنا من العراق، من الفلوجة. نعم. والله المنام يدل على أنك سوف تأتي السعودية. يا الله خير إن شاء الله. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك ويبارك لك، الله وربما أن يحفظك. تأتي يعني لتأدية عمرة، لتأدية حاج، العلم عند الله، لكن من هذا القبيل والله أعلم. هذا اللي أراه سفر وانتقال إلى يعني حتمر المدينة وحتمر مكة، إن الله شاء أعلم. الله تعالى. أسأل الله أن إن يحفظك شاء في الله. حفظ الرحمن. يا هلا فيك. هلا فيك. الله يبارك فيك، يحفظك الله. وشكرا. يا هلا فيك. يا هلا فيك. ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. أسطورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا دكتور يا أستاذ، ويفتح عليك يا شيخ. لو سمحت أنا عندي حلمين، الله يجزاك خير، إذا ممكن تفسرها لي. لا احنا لا بعطي عشان نعطي فرصة، تعطين فرصة لغيرك. منام واحد، لا أنت ولا اللي بعدك. أسأل الله عز وجل أن يحفظك. بس والله انتظر يا شيخ، حتى جتني فرصة، الله يجزاك خير، ما تتكرر، أنا جربت والله ما طيب. مصدقة. الله يجزاك طيب. خير ويسر عمرك حياك كيف لك. الحلم الأول أنا حلمت إني كنت في حوش، والوالدة كانت تسوي شاي وقهوة، وأنا جالسة أشوف أخواني جالسين قدامي. بعدين شفت طليقي، أنا متزوجة حاليا، هذا الزواج الثاني. المهم إني شفت طليقي جلس وسطهم. طبعا أنا لما شفته خفت وتوقعت يعني إنه متضايق أو كذا شايل في خاطره، لكن لاحظت إنه كان يسولف ومبسوط يعني، فقلت الحمد لله إن الأمور تمام. المهم إني تركتهم وطلعت 3 درجات ودخلت العمارة كان فيها صالة وغرف. في واحدة من الغرف هذه كمان شفت طليقي كان معاه شنطة سفر، وطلع منها ملابس ولبس. لبس تيشيرت برتقالي، وفي قطرات موية كذا تطلع لفوق، يعني كأنها كذا زرقاء. وجاء الصالة يقول إيش رأيك في لبسي؟ بصراحة أنا في داخلي ما عجبني، لكن قلت ما شاء الله حلو، يعني كان غرضي أرفع معنوياته. هذا طليقك؟ أيوة. المهم إني تركته ورحت غرفة ثانية، لقيت مشهورة ممثلة مصرية معروفة اسمها انتصار، كان معاها بنت. قالت لي بروح أسوي لكم كيكة راح تعجبكم. قلت طيب تعالي. أخذتها وديتها المطبخ وقلت لها إن شاء الله تضبط معك من أول مرة، وما نخسر دقيق وسكر. قالت لا إن شاء الله راح تضبط، وماما علمتني عليها. قلت طيب تمام. المهم إني انتظرتها فترة، بعدين نزلت مرة ثانية عند أهلي في الحوش وقلت لهم بتجيكم كيكة رهيبة. بعدها كمان تركتهم وطلعت الدرج وانتهى الحلم. هذا طليقك تزوج؟ يا خالد فك الصوت يا خالد. أيوة طليق، أيوة متزوج وعنده عيال. تعرفين زوجته؟ يعني قبلتها مرة، يعني ما أتذكر حتى شكلها والله. الله يسامحك يا خالد. شوفي أنا أخوك، أسأل الله عز وجل أن يحفظك. ما المنام على شقين، شيء يخص زوجة طريقك فالله يحفظها يستر عليها، شيء يخصك يدل على الأنس جمعة، تحاولين تجمعين أسرارك، تلمين الشمل. هذا اللي أشوف في منامك يا مستورة. أيوة يا شيخ معك، بس ما عليك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ
بالنسبة لوضعها أنا ما همني إلا حاجة واحدة، لأن ولدي عندها، يعني شيء يخص ولدي، إنه مو عايش معايا، عايش معاهم، لا لا بس كذا. لا لا ما له دخل في ولدك إن شاء الله مبسوط. طيب الحمد لله. طيب له تمام. دخل في له دخل في غيرتك. أنا المن أبدا والله يا شيخ، الحمد يا لله رب أنا يحفظك. زوجة وعايشة حياة اللهم لك الحمد، جدا سعيدة. طيب الله طيب يسعدك ويحفظك طيب ويحفظه هذا ويكون الحلم. في رعايته. سم معلش خالد يقول المنام واحد الله يجزاه الجنة. السلام عليكم. الله يوفقك يا أختي خدمناك. سم عليك السلام ورحمة الله. سم تفضلي. الله يعافيك شيخ، أنا عندي استشارة بخصوص أخوي تعبان. فجأة يعني قرأ وسمع الرقية صارت يده تتحرك، يأشر كأنه يقول لا بالإبهام، يأشر ويسوي دوائر كذا بالهواء. بعدين خذينا للشيخ، صار يتأثر عند أنا شفته، أنا رحت معه، يتأثر عند آيات يفرقون بين المرء وزوجه، ويتأثر عند آيات العقد. ولما رجعنا من عند الشيخ شربنا حليب واستفرغ الله يكرمك أشياء زي المطاط، يعني الله يكرمك شفاف ومطاطي. فالله يعافيك ما ندري وش فيه. هذا يدل على أذى. هل الاستفراغ يدل على سحر؟ لا مو شرط، يعني أحيانا يكون الشخص يتأثر من الرقية ويستفرغ، مو بشرط يقول لك والله ترى استفرغ هذا يدل على سحر مشروب، وأنه لا شرط. في أشخاص أصلا هو يحصل عنده يعني قد يكون أذى من التلبس، يحصل الاستفراغ، يحصل الدوخة، يحصل الصرع، التعرق، الضحك الهستيري، البكاء الهستيري، كلها تحصل. لكن هذا مؤشر في شيء، يعني اذهبوا إلى راقي متمكن لعله يخرج ما فيه ويشفيه الله تبارك وتعالى. كم عمره؟ كم عمره؟ عمره 38. لا تتأخرون إليه، لأنه الآن إذا كان في تلبس يعني يؤذيه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة على قولين في التلبس: قول إن الجن لا يتلبس الإنسان وهذا قول مرجوح، وقول إن الجن يتلبس الإنسان وهذا هو الصحيح. وهذا الكلام من قاله ونخوك؟ قاله الإمام أحمد بن حنبل وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يؤيدون هذا القول، وهم يعني نعتبرهم من أئمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم ويصلح ويشفي مريضهم. جزاكم الله خيرا. في حفظ الرحمن. يا رب يا رب يا رب. يا أهلا يا مرحبا، حياكم الله وبياكم. مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أبو الياس، في رمضان الماضي أخوي رأى رؤيا إني أصلي بهم الظهر ورافع الصوت في قراءة القرآن. وش الآيات اللي تقرأها؟ يقول تقرأ قرآن لكن الصوت عالي، فاستغربت. يقول إنك تقرأ القرآن صوت عالي. أبو غيث، أنت الآيات اللي تقرأها هي اللي ما يعرف، يعني مجهولة. إذا ما عرف نقول هو أعمال صالحة تتقرب بها إلى الله، لأن الصلاة عادة في هذه الأشياء تدل على ماذا؟ تدل على أعمال صالحة في الليالي فضيلة أحيانا، وأحيانا نقول الإمامة تختلف، تدل على قيادة، أحيانا تدل على ترقية في عملك، أحيانا تدل على كبرة ربعك، أحيانا على كبرة أسرتك، يعني تكون أنت يعني أسرتك كلهم أحيانا يكونون حولك، من هذا القبيل. والله أعلم. في حفظ الرحمن. جزاك الله خير يا أبو الياس. رمز بسيط بس. رأيت رجل عمره في 60 له 3 عيون، عنده عين في النص على طاولة طعام وجلست معه. هذا من الجن، هذا من الجن، لا تلقي له بالا. أي شيء فيه تغيير في خلقة الله عز وجل يدل المنام على أنه من الجن، والله أعلم. جزاك الله خير. شكرا. في حفظ الرحمن. هلالك. شوف من الاستشارات يا خالد، أي واحدة باستشارة طلع. السلام ورحمة الله. عندي رمز. تفضل. شفت إني آكل جمبري مع شخص مشهور، جمبري البحر.
أيوه. بس. هذا ليس مناما، يدل إنك جيعانة قبل لا تنامين بس. في حفظ الرحمن. سامي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. حياك. شيخ، في وحدة زي يعني كثير بتشوف بأحلامها إنه أحد يعني زي مش يغتصبها، يعني أحد يعني يحاول إنه يتحرش فيها وهي ما ترضى، يعني يحاول إنه يعتدي عليها أو شيء وهي ما تقبل. طيب. عندك صوت بس ضجيج يا أخي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. أقول لك تكلم عن أسحار التعطيل والتفريق، صح؟ كيف؟ عن التعطيل، سحر التعطيل والتفريق. نعم. فهذه المشكلة مرت علي وما كنا نفكر بهذه الحاجة نهائيا. كنت عندما أدخل أنا وزوجتي عند غرفة النوم ندخل بمشاكل ونتضارب ونخرج، أو أجي أجامعها ما أستطيع نهائيا نهائيا نهائيا. طيب خليني أسألك أنا بس. أيوة. يعني قبل المجيء لها لزوجتك عندك مثلا اللي هو ترغب أن تنام تعاشر أيوة. زوجك. أيوة أيوة أيوة. معني يا رجل، وأنك رجل يعني تستطيع بدنيا، لما تجي زوجتك يحصل عندك ما تقدر. أيوة. وخاصة إذا إحنا خارج البيت هم يعني مرة، ولما أدخل البيت ما أستطيع نهائيا. خلاص هذا يدل على في بينكم شيء. أوصيك بالرقية الشرعية. طيب يا اذهب إلى راقي يفك في طرق في فك السحر، في الربط بين الزوج وزوجته، في 7 ورقات. طيب ليش برا لما أكون عند بيت أبي أو ببيت ثاني طبيعي، لما أكون بالبيت كذا المشكلة؟ يا رجل مو بس البيت. أيوة. لما تكون أنت في غرفة النوم مقبل على زوجتك تكون أنت في كامل يعني محبتك ومعاشرتك للزوجة، إذا أتيت اقتربت منها لا ترى أن يعني جسدك في شيء ما أستطيع يعني نهائيا. أيوة بالضبط. فلذلك توجه إلى أقرب راقي، فهذا يدل على أن في شيء في ربط بين. طيب هل هذا له تأثير برؤيا الثعابين والجن دائما؟ أيوة كله تشوف. أنا لي 2 من يوم هذه المشكلة تماما وأنا أرى جن دائما بالرؤيا حقي ورايا أرى ثعابين دائما. طيب أنا أوصيك بس تذهب إلى راقي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك. يخشى عليك عشان نكون أقول يخشى أن بينك وبين زوجك شيء، فاذهب إلى راقي لعل الله أن يحفظك ويحفظ زوجتك ويحفظ أماناتك. ما كنا نؤمن بهذا الشيء نهائيا نحن. لا ما في شيء نؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم سحر. نعم. هم شوف هذه جاءت عندها حريم، عدة حريم كلمينها بالزوجتي حفظت القرآن، كلمينها يسوين لي سحر أنا لأنه رحت الزوجة الثانية بس رفضت، قالت لهم نهائيا. لحظة أعد. أنا رحت الزوجة الثانية حرمة ثانية. تمام. أيوة. فجاءوا حريم لعند زوجتي حوالي 7 أو 6 حريم كل يوم حرمة. تمام. وطلبوا إنهم يسووا لي سحر. تمام. طيب هي ترفض زوجتي. من جماعتكم ولا من جيرانها ولا معرفة؟ من الجيران من الجيران ومن القرية نفسها. يا رجل أنت من أين تتحدث؟ أتحدث من جيزان من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان. الحريم جيرانها 8 أو 7 حريم. لحظة. أيوة. يعني جاراتها جو عندها قالوا خلنا نسحر زوجك عدة مرات، وجاوا يبغوا منها فلوس مشان يسووا لي هذه مشان مستطيع الزواج الثانية. زوجتي رفضت تماما
كانت تكلمني كل يوم بيومها يا رجل والله العظيم. ينصحونها بالسحر، أخزاهم الله، أخزاهم الله. لكن شوف والله أنا كذا. أخوك، هذا ربما إن حصل شيء عندك. وأنا أخوك أنا أوصيك أن تذهب إلى راقي، وهؤلاء النسوة لا عاد يدخلون بيتك ولا عاد ما يتعرف عليهم زوجك. نهائيا منعتهم الله لا تماما، يكون بس عافية. ما فكرنا انهم بيسووا هذا الشيء نهائيا. لا هذين مجرمات النساء. لا وأنا أخوك، بس الله أن يحفظك ويحماك يا رب، يحمي يسرك. اذهب يعني إلى الرؤيا راقي. هذه يا شيخ، الرؤيا هذه ممكن منها من هذه أنا أقول الاشياء. لك خلاص، أنت الحين تدري الكلام هذا كله. اذهب إلى راقي، ورا ما تبلغ عنهم الحريم هذول اللي يدورون ما انت السجن. تبلغ عنهم. ها؟ ما انت تبلغ عنهم، انت هم تبلغ اللي عنهم. يسحرون، هم اللي يسحرون ولا لا، في واحد عندنا نفس الكلام من هذا يمشي الحريم كلهم عنده. بلغوا عليه. طيب يا أخي ما يجوز لكم. والله متبلغ، قدك عارف عندنا الوضع. وش أنا عارف الوضع؟ أنت في الدولة السعودية يا رجل، أنت محكوم. لا عندنا في اليمن يا شيخ، انا من اليمن اصلي. أنت قبل شوي تقول لي من جازان، كيف تقول لي؟ انا انت قلت لي من فين تتكلم الان؟ انا اتكلم من جيزان، بس العمل كله في اليمن. ايوه. يعني هم الجماعة ذول الحريم في اليمن. ايوه بالضبط. الله المستعان، ذول مجرمين يعني. نسأل الله عز وجل أن يحفظك في حفظ الرحمن. نسأل الله أن يحفظك. يلا مع السلامة، شكرا. شوف المجرمات 7 حريم، هذه جاي وهذا رايح. سحري. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل قراءة سورة البقرة يوميا تأثر على الجن؟ ما يستطيع ولا السحرة ولا بطلة ولا الجن يجلس في البيت. اي بس قالوا يأذونهم، يعني إذا قريت سورة البقرة يوميا يعني يأذون. هو أحيانا يكون فيها التلبس يكون حتى لو قرأ سورة البقرة. يعني مثلا عندك العاشق، عندك المنتقم، عندك المربوط في سحر، أحيانا ما يطلع لا من البقرة ولا من غيره إلا يشد عليه. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن العاشق. بل بعض الجن العاشق يذهب إلى إنه يقومك الليل يخليك تصلي عشان تترك زوجك. فأنا وأخوك يعني مو بشرط يعني، لكنه دائما سورة البقرة إذا قرأت في المنزل الشيطان ما يدخلها أو الجن ما يدخل المنزل. لا الحمد لله. يعني لكن أنا أشوف جن ولا شيء، بس إنه نعم هذا اللي أشوف أنا بالنسبة لهذا الأمر. أشوف أن البقرة كانوا من السلف من يقرأها مع أورادهم، يعني يقرؤونها في الصباح، أذكار الصباح أذكار المساء. وفي من أهل العلم من أهل السنة والجماعة في عصرنا هذا من علماءنا يرون أنها بدعة، والحقيقة أن كانوا يفعلونها بعض من السلف، وأنا ما أشوف فيها شيء. قراءتها مع الأذكار، يعني تقرأها الصباح وتقرأها المساء ما فيها شيء، أو تقرأها يوم أو تقرأها كل 3 أيام مرة واحدة، أنا أشوف أنها كافية. ولكن يعني مودن الوسوس يعني يوميا ما الناس نضرهم إن شاء الله. لا ما أبدا، استعيني بالله. بس أهم شيء لا يدخل معنا إن إذا ما قرينا ترى الجن بيتسلط علينا، لا، هذه نبي نبعد عنها. في حفظ الرحمن. يا هلا فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كيف وجهك؟ أنا يا شيخ يعني أنا أساسا من قبل يعني تعرضت للأذى، والآن يعني تجيني رؤى يعني يقولون مرات سحر مرات عين. فآخر رؤية هذه الأمانة أنا فسرتها عند امرأة، فأكد يعني هي قالت لي سحر، فإذا ممكن أبغى أقولها. أنت وش قلت لخالد؟ استشارة بهذا الموضوع، يعني هل إن قلتي رؤيا ولا استشارة الحين؟ لا قلت استشارة. لا قلتي رؤيا الحين. أنت قاعدة تعطيني منام صح؟ فلذلك تكفون، يعني الإنسان لا يطلع إلا هو صادق. هذا الموضوع عند خالد، كيف يبقيك يطلعك بصره. سمي خالد. أنت صاحب الشات وأنت صاحب القصدان يا إخوان. اللي يكتب شيء ترى خالد يرسل لي في الواتس، لا تكتب شيء، اكتب منام، هذا حنا نفسر منامات، واكتب استشارة، هذا حنا نطلع استشارة. فلا تكتب شيء ترى بتطلع، بيطلعك خالد. سمع. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا بستشيرك بعيد عن الأحلام وبعيد عن الزواج وكذا. يعني هي مسألة شوية فقهية،
فيا شيخ لو مثلا في قطيعة رحم وأنت مو قادر يعني مو قادر توصل الرحم، هل علي إثم؟ قطيعة أنت أوصل. عبد المجيد اكتم الصوت. عبد المجيد اكتم الصوت الله يحفظك. يعني مثلا يا شيخ أنا أسلم وإذا صار شيء أتصل، وإذا كانوا موجودين أسلم وزي بيض كذا. الله وجهك، بيض الله وجهك، ما عليك إثم أبدا. ما وأنت علي وصلتي إثم يا رحمك شيخ؟ وهو الله يهديك، ادعي له بالهداية وأنت ما عليك شيء أي. أبدا في حفظ ما الرحمة. علي إثم يا شيخ؟ أبدا ما عليك شيء. طب الحمد ما لله، عليك. يعطيك يا العافية، هلا شكرا يا شيخ. يا هلا فيك. سم يا عبد المجيد. عبد المجيد سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي مشكلة العصبية الزايدة والغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الحلم بالتحلم. وش اللي يعصبك؟ اللي يعصبك وش؟ والله أي شيء يعني. تعمر الدخان. يعني حتى ها؟ تعمر الدخان. أي. اتركه. تسهر. أي أسهر. اترك السهر. وتصلي الفروض بالخمس في المسجد. الحمد لله. طيب اترك هذه الأشياء وابعد عن الكافيين من بعد صلاة العصر. اركب خير ونعمة وتوض، ولا عصبت اذكر الله تبارك وتعالى وهلل، ولا تكلم أحد، روح وض واستغفر وصل ركعتين يذهب عنك الغضب. الله يجزاك خير بإذن الله. في حفظ الرحمة. يا هلا فيك. يا هلا فيك. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال لا تغضب لا تغضب، ثم ذكر بعض الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان إذا غضب يتوضأ، فالوضوء يذهب الغضب. سم. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ والله العظيم إن أحبك في الله أول شيء. أحبك الله. أحبك الله ويحبك فيه. وأنا نزلت برنامج بس عشان الشيخ أبو الياس والله العظيم. الله يبارك فيك. يا شيخ عندي استشارة يعني شوية حساسة. كم عمرك؟ أنا مقبل على 20 إن شاء الله. سامي. من أي دولة تتكلم؟ عاد أقول أي دولة؟ أنت من أي دولة تتكلم؟ أنا من فلسطين. حياك الله تفضل. الله يحييك. يا شيخ أنا عندي أمي الله يطول بعمرها. والله يعني مستحي يعني مش عارف كيف أقول شيء فاهم. أمي يا شيخ الله يهديها يعني الطريق تبعها مش 100%. أيوة. ومن كان عمري تقريبا 10 سنين انفصلت ويا أبوي. أيوة. ويعني هي راحت في تقريبا بلد بعيدة عنا 7 دقايق 8 دقايق بالسيارة، وفي تواصل في كل شيء وبنشوف بعض كل شيء تمام. الحين يا شيخ والله يعني أنا يعني كثير في الليل أفكر في أشياء كثيرة، والحمد لله أنا يعني دائما أشكي لله وأدعو الله في كل شيء وأسأل الله كل شيء. الحين يا شيخ والله يعني الحمد لله أن أول شيء طلعت معك عشان نستفيد إن شاء الله. الموضوع وش؟ يا شيخ أمي دربها الطريق تبع أمي يعني غلط، كله غلط في غلط، حياتها غلط. فهمت علي ولا أشرح أكثر؟ يعني هي ما هي متزوجة الحين؟ في الوقت الحالي لا. طيب. ويعني أنا مقبل على 20 ويعني مرات أحس إني لازم أعمل أشياء ويعني أشياء مش كويسة، أشياء غلط، بس يعني بقول لا هذه أمي. ويعني طيب وين خالك؟ خوالك وين؟ خوالي يا شيخ كل واحد في حاله تقريبا، وفي عندهم مشاكل كثيرة. يعرفون هذه الشيء اللي تفعله أمك يعرفونه؟ كل شيء يعرفون كل شيء، ويعني تقريبا هم نفس الشيء، يعني عائلة الله يهديهم جميعا خوالي. أنا ما أدري بس الغلط اللي أنت تتكلم عنه
وش حجمه؟ يعني تمام، هو حجمه يا شيخ بيأثر علي كسمعة، بيأثر علي لما أقعد مع أصحابي، بيأثر علي وأنا جالس في عملي، دائما أفكر بهذا الشيء كثير كثير كثير. يعني تفعل أشياء، يعني لو إنها مش أمي يعني والله لا أعلم ماذا أقول. المصيبة إنها أمي، المصيبة إنها أمي يا شيخ، وأنت أكيد طيب فهمت. شوف أنا أخوك، شوف خلاص أنا واضح كلامك. أسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يعينك على طاعته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها تترك هذا يعني ما تفعله من محرمات وتعود إلى الله تبارك وتعالى. معك أخوان، أنت واجهت أمك، تكلمت معها في هذا الموضوع؟ نعم يا شيخ، لكن أمي شخصيتها شوي عصبية، وهي يعني قلبها طيب جدا وحنونة وتحبني كثير كثير كثير، وأنا أحبها. لكن يعني يا شيخ هذا الشيء، يعني إن هذا الشيء حصل لا يوجد لا حب ولا شيء، يعني هذا شيء يعني في حدود. طيب ورا ما تزوجها، ورا ما تسعى لها في الزواج، ورا ما تجلس معها، ورا ما تنقلها، ورا ما تعيش أنت وياها في بيت واحد وتمسك زمام الأمور وتبعدها عن هذه الأمور، ورا ما تدخل واحد من خوالك. صحيح، أنا معك شيخ وكلامك صحيح. قبل فترة يعني كان في شخص أنا وهو وأمي بعلاقة، يعني كانت النية إن شاء الله إنها يعني يسر عليها، ولكن أمي لا تريد يا شيخ، لا تريد. هي تريد أن تفضل يعني بدون رجل. يا شيخ والله يا شيخ، يعني ربنا بيعرف كل شيء، ربنا بيعرف قد أنا أشوف أنك توقف مع خوالك، مع أقاربك، مع جماعتك وقفة حازمة لإنهاء هذا الأمر بكل قوة. لازم الأمر هذا تتركه ويكون بجدية. أصلا الأمر أصبح معروف عند زملائك، عند ربعك، يعني ما في شيء مستخبى. خلاص أنا أقول واجه الموضوع أنت ومن حولك، من يد له يد عليها، من إخوانها، من أمها، من خواتها، بحسم. يعني ما في، وقف وقفة يعني حتى وصلها مرحلة إن أنت من طريق وأنا من طريق، لن أبقى أنا وياك على هذا الطريق حتى تتركين هذا الشيء. وتجلس معها، وأي شخص بيجي البيت، بيطلع من البيت، بيروح البيت، تقف بوجهه حتى تترك هذا الشيء. يعني جميع الطرق اللي هي تترك هذه المعصية افعلها، لكنك لا أرى أنك يعني تعتدي عليها أبدا. انتبه من مسألة الاحتداءات، أنا أذكرك بالله عز وجل، هي تبقى على معصية فلا ترتكب أنت معصية أخرى، بينما أي شخص بيجي يقترب منها امنعها أو امنعه بطريقتك. نعم. يعني أنا الحمد لله إني دخلت معك لأجل أن يكون في نتيجة، ويعني ألقى في حل صحيح إن شاء الله. الآن يا شيخ في أنت يعني قلت أشياء صحيحة 100%، يعني مثل أن أجمع العائلة أو أجمع أخوانا وخوالي، صحيح؟ واجه المشكلة، واجه المشكلة. الآن يا شيخ في مشكلة أكبر، الذي هي أن لا أحد من أخوانها لا يقول عليه لا شيء، يعني هي لا أحد يتحكم بها. وحاولوا حاولوا كذا شخص يعني، وأنا منهم، وأخوانها، وقابلتهم بالشرطة. يعني مستحيل ولا شخص ولا أحد موجود في العائلة. بلغ على الشرطة. نعم. بلغ الشرطة عليها. نعم. يا شيخ أنا قلت لك إني من فلسطين، لكن أنا من فلسطين المحتلة. طيب الله يصلح الحال والأحوال. أنت إيش رأيك تجيني في السناب ونخبرك إن شاء الله، يكون أحسن. والله يا شيخ إني أحبك بالله، أحبك الله. تواصل معي سناب، تواصل، أبشر تواصل معي سناب وأبشر أتواصل معك بحول الله. في حفظ الرحمن، الله يربط على قلبك، والله يهديها، الله يربط على قلبك في حفظ الرحمن. يا هلا فيك، يا هلا فيك. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. اي والله.
مصيبة، يا والله مصيبة. مصيبة، ما تدري ايش تقول، لكن اسال الله ان يربط على قلبه، الله يربط على قلبه، والله يهديها، الله يهديها. سم خالد. الله. وينك يا خالد؟ عليكم. عليك السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي استشارة حياك. وعندي بعد سؤال وعندي تفضل رؤية. تفضل. السؤال يا شيخ، العسل عندي أنا طلبت منك طلبية من زمان والحين ما في شيء. وش العسل ما أدري هو متوفر عندك حاليا ولا لا؟ هذا السؤال. طيب. الاستشارة يا شيخ، أنا من صغري يعني سبحان الله هو مرض أصلا، مرض التعلق. يعني سبحان الله، وأنا من صغري كنت أتعلق بمعلمات، يعني معلمة أحبها بعدين أنتقل لمعلمة أخرى أحبها إلين ما تطور الموضوع. الآن أنا متعلقة جدا بزوجي، تعلق مرضي يعني، وفقدت أمي وأبوي ورا بعض، فالأمور كلها كذا جت على بعض. يعني لدرجة إنه أحاول قدر الإمكان إني ما أبين، أحاول قدر الإمكان إني دعيت الله عز وجل وألحيت، بس إلى الآن يعني قلبي مريض بهذا المرض. المرض وش؟ انك تحبين زوجك؟ لا، تعلق يعني شيء متعب، مو إنه أمر طبيعي. يعني لدرجة إنه إذا فكرت فيه أجلس أبكي، وإذا جاء أفرح مرة ولا أبين له إنه تراني أنا فرحانة، مع إنه يعرف يعني، بس إنه تعلق يعني مرضي. ما أعتبره مرض، أنا أعتبر إنه زوجك وتحبين، الله يوفقك، حبي. لا يا شيخ، لا تعلق يعني متعب، مو تعلق حب محبة. يعني أنت تبغين كلام جميل، تبغين يعني أنت أنا ودي يكون محبة بس طبيعية، يعني طيب مو إنه حلو. بكاء طيب لا، هو جميل جدا، التعلق هذا موجود عند العلماء. تدري من يصرفون العلماء؟ نعم. يتعلقون بالله تبارك وتعالى. تجد أن العالم إذا ذكر الله تبارك وتعالى عنه يبكي حتى يغشى عليه، بمعنى أن أم خالد جميلة جدا بقلبها الطيب مع زوجها مع من حولها، بس نبغى هذا التعلق تصرفينه إلى الله تبارك وتعالى بس. والله إني ألح بالدعاء، بس سبحان الله يعني أحس إنه ابتلاء مرة، يعني ما لا قدرت. كيف يعني؟ بمعنى الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره، يعني خليكي دائما في قراءة القرآن، وخليكي قراءتك دائما في كتب اللي هي عن أسماء الله عز وجل، أي شيء يتعلق بالله تبارك وتعالى، أكثر من القراءة، تجدين قلبك يتعلق في الله. والله يدخل زوج، يروح ابن، متعلقة، حتى يصير عندك التوكل عالي جدا والتعلق قوي جدا في هذه المسألة. فأنا اللي أنصحك فيه إنك تتعلقين، يعني علماء مجرد ما تذكرهم بالله عز وجل يغشى عليه لمخافة من الله وتعلقه في الله تبارك وتعالى. فأنت عندك التعلق موجود عند البشر كلهم، فصر في هذا التعلق إلى الله عز وجل، وصر فيه إلى زوجك المحبة الطبيعية، محبة الزوج إلى زوجته. فأنا أقول لك تماما حينتهي. تعلقي في أسماء الله عز وجل، اعرفي الأسماء، احفظي الأسماء كلها، وش معاني هذه الأسماء، دلالات هذه الأسماء، كرم الله عز وجل عليك، نعمة الله عز وجل عليك، تصلين مرحلة ما تدعين الله تبارك وتعالى يستجيب لك. القلب مليان من الإيمانيات، مليان من محبة الله، مليان من نعم الله عز وجل اللي أنت تحسينها. أنعم الله عز وجل عليك، أنعم عليك بزوج، أنعم عليك بأبناء، أنعم عليك بصحة، أنعم عليك بالإسلام، أنعم عليك، هذه كلها من نعم الله عز وجل عليك. فلذلك أصر في هذا التعلق اللي أنت تقول تعلق مرضي إلى تعلق بالله تبارك وتعالى، تجدين الدنيا تستوي معك مرة تماما، تفقدين من تفقدينه، يجي من يجيك، يروح من يروح، قلبك متعلق. إذا فقدتي أحد
تذكرتي فقد هذه الأمة، فقد محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فهان عليك. إذا شفتي أحد غاب، لو أنك كنت متعلقة بالله تبارك وتعالى، فرشتي سجادتك وصليتي واختليتي مع الله تبارك وتعالى، تجدين هذه الخلوات وهذا التعلق مع الله عز وجل يغنيك عن البشر. فأسأل الله عز وجل أن يحفظك يا أم خالد. طيب يا شيخ، الرؤيا رأيت في المنام إنه كأنه جالي خبر إنه أخوي خالد راح يحجز قاعة فخمة جدا لزواجه. قال قاعة جدا، لا تزوج له شهر تقريبا. قال راح أحجز قاعة. إيش يا شيخ؟ يرزق ببنت. طيب يا شيخ، بعدين يقول حجزت قاعة مرة فخمة. المهم أنا بعدين توجهت للسيارة وكأننا متوجهين لهذه القاعة. هذه القاعة يوم توجهنا لها كان على يميني باب مفتوح كأنه قسم الرجال، بس ما لفيت راسي عليه. بعدين مشينا شوي، المدخل كان جدا فخم. بعدين البوابة اللي حقت النساء ما انفتحت عادي، باب عادي ينفتح، لا، باب كان خشبي كبير جدا، انفتح من فوق إلى أسفل، يعني كأنه اوتوماتيك كذا، كأنه صوت، يعني فخامة جدا. الباب انفتح من فوق لتحت، خشب كذا كبير وفخم جدا جدا جدا. انفتح الباب من تحت لفوق اوتوماتيكي. وكانت في السيارة معي أختي وزوجها. نزلت من باب السيارة ودخلت القاعة هذه. يوم دخلت كانت القاعة جدا كبيرة، يعني ما شفت زي كبرها. وكانت الكوشة يعني حتى إنها بعيدة عني، وكانت الفرشة مفروشة موكيت سكري ومنقش، يعني كان فخم جدا، ما شفت يعني زيه فخامته الموكيت. وأنا واقفة عند الباب أناظر كذا على اليمين، أناظر بعد كوشة ثانية، مو كوشة، شيء مرتفع بس ما أدري وش هو، فعلى يدي اليمين بس ما أدري وش هو. بعدين رحت أنا زغرطت يعني عند الباب، وكانت أختي جنبي، فأختي تبغى تتكلم، يعني زي اللي أقولها اسكتي. أنا كأني أصور لوحدة من صاحباتي اسمها ندى فيديو، وانتهت الرؤية. كيف زوجة هذا الشاب معكم؟ هو يعني مر بابتلاء وتزوج الحين مرة ثانية. حيرتاح مع زوجته الحمد لله. طب الرؤية ما تخصني أنا أبدا يا شيخ. لا ويرزق في بنت، والله أعلم، في حفظ الرحمن، الله يفك. سم. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. صباحك الله بالخير. صباح النور يا هلا بك. أول شيء يا شيخ أبي اللي عندك وأنت تدعي للوالدة إن الله يشفيها. الله يشفيها. اللهم آمين. والحاجة الثانية وتدعون لأختي ترزق بعيال إن شاء الله. يا رب يرزقك ويرزق كل اللهم مخلوق. آمين. والحاجة الثالثة يا شيخ بسألك، قريت لي معلومة للمرة إذا بالحج أو بالعمرة جاها المحيض أو زي كذا، وما قالت حبسني حابس أو زي كذا يا شيخ، وش المعلومة عن إذا ما فكت إحرامها أو زي كذا؟ هذا منام ولا يقظة؟ لا استفسار، بس أنا قريت عن المعلومة وحاب استفيد يا شيخ. أنا ودي أنك تتصل على شخص وتطول معه وتذكر الحدث نفسه اللي حصل لها، بحيث أنه يفتيك بما يليق للموقف اللي حصل. الله يحفظك في حفظ الرحمن. يا هلا فيك، يا هلا فيك. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ أنا عندي استشارة. الجسم إذا كان يتنمل وخص الرأس وش معناته؟ يعني يكون صاحي من النوم، يعني بشكل استمراري يا شيخ. لا خاصة يا شيخ، خاصة بعد ما جبت بنتي يعني إذا كنت نايمة ما أقدر أتحرك، ما أقدر إلا أنفث بآية الكرسي. لا هذا عادي، لكن التنمل وأنت جالسة وأنت تمشي، أنا جالسة وأنا قاعدة وأنا ماشية بكل الأحوال على طول. أول شيء إنك تذهبين المستشفى يخشى عليك من جلطات، لازم تتأكدين من هذه المسألة. يعني ما له شغل يعني أنا قلت أنت قاعدة تسأليني صح ولا لا؟ أول خطوة روحي للطب. أيوة. شوفي هل هو في جلطات، هل فيه، أو كيف الأوردة عندك، كيف الأمور عندك، كيف تمينك، أي شيء يخص أعصابك تأكدي.
المخ والاعصاب تاكدي منها، ويعطونك خبر سوي اشعه رنين مغناطيسي. لا خلصتي وما في شيء، الطب قالوا لك ما في شيء وما زال هذا التنمل موجود، نقول اذهبي الى الرقاه بما، وهذا ما يمنع انك تقرين على نفسك القران وتستشفين بالقران، هذا ما يمنع. الله تبارك وتعالى يقول وننزل من القران ما هو شفاء، ويقول الله عز وجل قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. يقول الله عز وجل وانزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. نعم، يقول الله عز وجل قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا. فالقران فيه خير وفيه شفاء معي وانا اخوك في كل حالاتك، لكن انصحك انك تتوجهين الان مباشره الى الطب، لانه يخشى هذه بوادر جلطات تحصل، والتجلطات تحصل بعطيك اياها يوميا، تحصل تجلطات في الجسم، لكن تجلطات خفيفه مع كل انسان تحصل خفيفه جدا، لكن مثل حالتك انا اقول لك اذهبي الى دكتور، واسال الله عز وجل ان يحفظك ويحماك ويحفظك. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين بس بقولها لك بعد ما أقول لك مشكلتي. أنا الوالد توفى الله يرحمه قبل 15 سنة، وما ترك لنا من حطام الدنيا شيء، يعني قاعدين على راتب التقاعد وراتب الضمان ما يكفينا إلا 5000 نهاية الشهر. وطبعا أنا عندي 2 أخوان كبار، أول ما توفى الوالد أمي زوجتهم والتهوا في دنيتهم، يعني ما صاروا يسألوا لا عني ولا عن أمي ولا على أخواني، يعني لو واحد منهم السجن ما حد يظهر في حياتي أو يساعدهم. المهم يا شيخ أنا عندي أخ بالتأهيل الشامل، يعني كنا ماخذين أمل عليه إنه هو يتوظف، عنده هشاشة في العظام وحساسية في المعدة شديدة، وقدم على يعني عدة قطاعات، وكان يجري على العسكري، وكان يرفض في كل مكان يروح فيه بسبب إنه مسجل في التأهيل الشامل. المهم سجل في السكورتي وما قدر يكمل 3 أيام من آلام الركبة، وانطوى على نفسه في الغرفة. طبعا القصة مو قصة أخويا، لأني أنا أقول لك إن ما في أحد قاعد يرعانا في المصروف، فقمت أنا قبل 2 وتوظفت في شركة عن بعد. ولما توظفت في شركة عن بعد كنت أستلم راتب 5000 ريال. قدرت من بعد الله إني أغير من أحوال عائلتي، يعني اللي في يدي كلها كانت عند عائلتي، وقدرت أطلع لهم سيارة اللهم لك الحمد بالتقسيط. من غباء فيا إني أنا كان أخذتني الحمية، يعني إن أنا راتبي قوي، يعني 5000 قليلة بالنسبة لي، بس أخذتني الحمية وقلت بفتح مشروع لي خاص في الحارة حقتنا، حنا عايشين في منطقة شبه نائية، وفتحت لي محل لأني أنا مصممة جرافيك. لما فتحت لي محل استلفت 42,000 من قريباتي، يعني من زميلاتي من قريباتي، وما يمديني أفتح المحل هذا إلا تجيني رسالة إن الشركة اللي أنا أشتغل فيها أعلنت إفلاسها. تخيل، أعلنت إفلاسها وطردت جميع الموظفين وأنا من ضمنهم. الحين لي 2 عايشة رعب شديد، يعني أقاربي هدولا كل فترة يتصلوا علي، يعني رجعين لدين. أنا كان تخطيطي إني أسدد لهم كل شهر 3000 4000 وأغطي خلاص احتياجاتي. عندي السيارة والله العظيم نهاية كل شهر إني أنزل من البيت أشوف هل سحبوها ولا لا. عندي أقساط متأخرة حاليا بقى بس منها 24,000. أنا بنت باقي للساعة، يعني أحس إني أنا العائلة الوحيدة لعائلتي. جاتني فكرة في بالي إني أجمع النساء هدولة وأحطهم في جروب وأقول لهم ارفعوا علي دعوة في ناجز، خلي يوقفون خدماتي، أقدر بعدين أقدم على إحسان. فما أدري هل أنا قاعدة أودي نفسي للتهلكة؟ حتى جاني خطيب تقدم لخطبتي، بس أقول لك على شغلة، خطيب تقدم لخطبتي وشافني شوفة شرعية وأهداني يعني طقم ذهب، والله ما يمدينا أحطها في الدولاب إلا راعي الشقة قال لي تري أنت عندك يعني عندكم ما سددتوا قبل، رحت بعتها. تخيل، محل الذهب وسددت الإيجار. أحس إني كأني واقفة مو قادرة أتحرك يمين يسار، زهقت. طيب لو طلع معي شاب الآن مثلك وقال لي نفس الكلام اللي أنت قلتيه، وش أقول له؟ أبغى أشوف هل أنا بودي نفسي للتهلكة بس لو أنا خليت الحلم أنت ارتكبتي أخطاء. صحيح. يعني مثل لو شاب جاني قال يا أبو الياس أنا والله حصل معي 1 2 3، إحنا عندنا 5000 تركها الوالد لنا، ثم أنا أخذت 5000 ثانية صارت مرتبنا 10,000، حسيت بأن الدنيا
تحسنت علي، أخذت دين ثم فصلت من عملي وحصلت لي علي ديون مثلك مثل أي شاب أو شابة عليها ديون. طيب هل هو خطأ؟ نعم خطأ. المبلغ يسير 42,000 يعني حيتسدد بحول الله وقوته، مبلغ يسير. النساء اللي أنا أشوفه إنك تجتمعين وتقول أنا معسرة انتظروني وأنا بإذن الله حسدكم، يعني هذا. والإنسان إذا شافك معسر وعارف إنك كنت تعمل سابقا وتركت، ابحثي عن عمل، ابحثي عن دخل، ابحثي عن أمر آخر، حاول إنك بتصميمك، ترى واجد مصممات يعني يستعان الأسرة تستعين فيهم، يسوون مقاطع يأخذون دخل إضافي على بعض وظائفهم. فالإنسان يعني تعرضت إلى خسارة، تعرضت إلى دين. لو أمشي بالرياض بالحارات كلها نلقى آلاف الناس عندها دين، سواء كان رجال سواء كان نساء، اللي عنده مليون، اللي عنده 2 مليون، اللي عنده 30 مليون، اللي عنده 10,000، اللي عنده 14,000. أنت بس أنت حاملة هم الدين، أنت انوي النية بأن هذا الأمر يحل بإذن الله، واجلسي مع هؤلاء النسوة واخبريهم. ممكن يجيك مثلا من تتزوجين رجل يسد عنك جزء من الدين، ممكن تعملين وتسدين جزء من الدين، ممكن أخوك يتوظف ويسد جزء من الدين. فهذا الهم اللي أنت فيه. أكثري من الاستغفار ودعي الله تبارك وتعالى بالرزق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب رزقه. عندي سؤال أخير. الله أما يسعدك. قولك بس أن الوالد توفى ولم يترك لي من حطام الدنيا شيء، أنا أقول كيف ما ترك لك شيء؟ ترك لك 5,000 ريال تمشي لك من تقاعد. لا هو راتب غفر الله له. التقاعد 2000 بس. نعم الله يغفر له 2000، الله يغفر له، هذا ترك لك المبلغ. فأسأل الله أن يغفر له وأن يتجاوز عنه، ولا تنسينه من الدعاء، وهذا قدرته وهذه توفاها الله عز وجل. ما قدر يكون تاجر مثل فلان من الناس، ما هذه أرزاق مقسمة عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يحفظك. آمين يا رب. بس أنا سؤالي الأخير، هل يجوز إني أنا أدخل على الخاطب بديني؟ يعني أنا ما فتحته نهائيا بأن علي ديون ولا علي أقساط. لا فاتحين عليك دين، وإن حصل معي كذا وحصل معي بعض الأشياء كذا، خليها على وضوح، بحيث إنه ممكن هو خطيبك ذا يحل الموضوع، يدخل يسدد الدين كله إن شاء الله بإذن الله. الله يجزاك خير. وإذا جاك دين، إذا جاك مثلا مبلغ من المهر، سد دينك. والله هذه خطتي إني أدفع الدين كامل إن شاء الله. خلاص ترتاحين تتزوجين وتعيشين حياة جديدة. وأصلا لو جبتي المهر ترى ما جلس معك سنة إلا أنت بايعته مصرفته حطته منزلته، فمن باب أولى سدي دينك أنت ترتاحين. وحتى لو سديتي جزء وبقى جزء فأسأل الله عز وجل أن يحفظك. لكن الهم اللي فيك ترى موجود عند ناس كثير، والله موجود. ترى في أسر، أنا أعرف أسرة كاملة كان من الأقساط اللي يسحبونه ما يبقى إلا 300 ريال من راتب أبوهم، موجود أبوهم متقاعد 300 ريال، لا بنات ولا عيال عايشين في عنده. يعني البنات يطلعوا اشتغلوا والعيال طلعوا اشتغلوا، لين يسر الله تبارك وتعالى أن دينه انسد وأموره تحسنت. فدائما هذه الأشياء تصل. لكن يقول يا جماعة لا أحد يأخذ دين، يا جماعة لا تأخذ، لا تتسلف وتعمل أي عمل تجاري علشان أنك أنت تعمل وأنت مرتاح. لا تتزوج بدين، لا تبني بدين، لا تطلب. حتى بعضهم عايش على السوبر ماركت، لا في أكله ولا في لا نهاية الشهر يجي يسدد، والشهر الباقي كله دين. لا تأخذون دين يا جماعة، ترى الدين هم، ترى الدين هم. أسأل الله عز وجل أن يحفظك. وأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ترى من مصادر الرزق الرجوع إلى الله والتوبة وكثرة الاستغفار والدعاء والأعمال الصالحة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك ويجزاك الجنة في حفظ الرحمن يا رب. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي منام. كم عمرك؟ أنا الحين 13. سم. يا شيخ أول شيء المنام إن كنا طالعين أنا وعائلتي، كنا بنروح نكشت. حلو. شو اسمه في نفس الكشتة لمحت خويي القديم صديقي. نعم. زين. وش اسمه ويوم خلصنا من الكشتة وزي كذا رجعنا البيت شوي، اللي أمي قالت إني بنروح بيت صديقتها. نعم. رحنا وزي كذا شوي إلا ألمح صديقي مرة ثانية. حلو. وما أدري وش صار بيني وبينه وتهاوشنا. زين. وفجأة ركب مع أبوه. لا تهاوشتوا ما هي زين.
لا ما هي زين، تهاوشتوا لا ما نقول زين، نقول الله يعين. ايوه زين. شوي يوم رجع كان ماسك بيد أداة حادة، ايوه وفجأة أسمع صديقة أمي تهمس لأمي إنها زي ما تقول له إنها أهربي أهربي. وفجأة شو اسمه شوي لمسك الأداة الحادة وغرز أمي على كتفها وانتهى المنام. طيب ايش الرمز اللي انت حاط 52 بي ايش معناته؟ هذا رمز القبيلة. قبيلة ايش؟ أنا عنزي. ونعم وش اسم الشيخ؟ مالك السعود. وش اسمك؟ هلا. وش اسمك؟ أنا عبد الله. شيخ عبد الله، يا مرحبا فيك. شوفي شيخ عبد الله، أقول لعل المنام يدل له عدة دلالات، يعني دلالتين. الدلالة الأولى برك لأمك، أسأل الله عز وجل أن يجزاك الجنة. آمين وياك. الدلالة الثانية ممكن عدم من الشيطان بيتعبك بيضيق صدرك، فلا تلقي له بالا. شيخ عبد الله من أي منطقة شيخ عبد الله؟ أنا من الخفتي. يا مرحبا بأهل الخفتي، مرحبا وثم مرحبا وثم مرحبا. والله يا شيخ عبد الله الله يسعدك ويرضى عليك. سلمنا على أبوك وعلى أسرتك وعلى نفسك الطاهرة. ايش تأمرنا فيها ابن أخي؟ سلامتك والله. ترك ابن عمه الحين والله مش راسي بيشوش معك. ها اطلب، تبغى منام ثاني؟ يعطيك العافية يا شيخ عبد الله. تبي تسولف؟ عندك منام؟ عندك قصص نسمعها منك؟ يلا البت بتك. لا بس والله. طيب والله كل ما طفشت أدخل هنا وقاعد أسمع القصص. طيب حلو، لا طفشت تدخل اطلب قسط تطلع تسولف معنا وتروح. خوي البرنامج انت، ها خوي البث حقي بعد راسي يا شيخ عبد الله. الله يعطيك شيء. يا بدعاك يا لبي، الله يحفظك. يلا سلام عليك. الله يحفظك يا شيخ عبد الله. يا رب انبت نباتا حسن، اللهم انبت نباتا حسن يا رب. والله يوفقه ويحفظه ويصلحه يا رب. يا رب حبينا نداعبه بس حقيقة ولا أبناءنا، أسأل الله أن يصلحهم ويسعد قلوبهم يا رب. سم. السلام عليكم. سم. السلام عليكم. سم. عليك السلام ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله. أخوي أبو الياس، حلمت حلم قبل 2 سنين. سامعني؟ إيه أسمعك. كنت في دار غير داري، وكنت أبكي وأنا أسمع القرآن، وكانت زوجتي تنظر إلي بدهشة، وأولادي كانوا ينظروا إلي بدهشة. وبعدين دخل أبوي المتوفي أنيق بصحة جيدة ومعاه كيس أسود، وكان حريص يضعه في المطبخ. ولما خرج من المطبخ شافني ببكي، طبطب على كتفي يواسيني. بعدين سألت عن السورة، قالت لي الملائكة هذه أواخر سورة الإسراء، وانتهى الحلم. من أين تتحدث يا شيخ محمد؟ أنا من الأردن. أنا بسألك بس، دخلك مرتباتك جيدة ولا يعني تمشي الحال؟ متوسط الحمد لله. والله شوف أنا أخوك، المنام جميل جدا. يعني أول شيء في خشية من الله تبارك وتعالى، اتباع ما أمر الله به، ترك ما نهى الله عز وجل عنه، هذا واضح في المنام. دلالة على أن الوالد مآله حسن غفر الله له، دلالة على أن فيه من صلب الوالد أو يعني لك أخوة. نعم. في أحد من قرايبك حيقف معك في موضوع يخصك. مظبوط صح. نعم حيقف معك وحيساعدك، حيكون في وقفة له ملموسة محسوسة معك. أسأل الله عز وجل أن يحفظك ويصلح لك ما أعطاك. أسرتك تتأثر فيك وتقتدي فيك كثيرا، والعلم عند الله. في حفظ الرحمن محمد. يا أهلا فيك. الله أعلم. الله يا أهلا فيك. سمي الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بستشيرك بشيء.
قبل كم يوم أنا كنت عند جدتي وقالت لي إن تغسلي بالسدر، فأنا يعني استخدمت السدر لشعري كشامبو وغسلت جسمي بالسدر، فبعدها وجعتني كتوفي ورقبتي، وسألت جدتي قالت لي يعني لقى وجع، السدر لقى وجع، وأنا ما فهمت هي وش تقصد، قلت لها طيب، قالت لي استمري. قمت أنا جيت ثاني يوم كررت نفس الشي، واليوم حسيت إن راسي بينفجر من الصداع، بس أنا ما أدري هذا يعني يدل على شيء أو شيء صداع طبيعي أو برد أو كم إيش. عمرك؟ كم عمرك؟ 18. طيب ممكن إنك تروشتي وجيتي في وجه مكيف أو جيتي في منطقة باردة. يمكن، بس هذا يعني معناته شيء أو لا، ما له لا، معنى. هو كونك يعني أنت إذا اغتسلتي الاغتسال العادي هل يحصل معك هذا الأمر؟ لا. جربي مرة ثالثة اغتسلي. فإذا أيوة. حسيتي بهذا الأمر أقول لك اذهبي إلى راقي، اذهبي إلى راقي. بس إني أشوف إن السدر جيد للشعر، جيد ما بس أنت اذهبي إذا شفتي إن الأمر واصل معك. إذا اغتسلتي بالسدر تتعبين، وإذا اغتسلتي بغير السدر أمرك ما طبيعي. أتعب مرة، بس كذا أصدع شوي أو أتألم. طيب تأكدي مرة ثانية ثالثة. بس أنا قبل لا تغتسلي بالسدر يعني تروشي ترويش عادي أيوة. مرتين ثلاثة وتأكدي. إذا ما في شيء المرة الثالثة اغتسلي بالسدر، شوفي وش يحصل معك. إذا حصل معك شيء من الأذى بدون الوسوسة، يعني لا يكون مثلا إنك خلاص أنا إذا اغتسلت بالسدر أني حتأذى. إذا حصل شيء أنا أقول كذا بإلى راقي. أسأل الله عز وجل أن يحفظك. يا هلا فيك. بس سؤال. في حفظ الرحمن. يا هلا بك. يا مرحبا. احنا يا جماعة دائما نقول أحيانا يخشى على الشخص إنه يجي، حتى بعضهم يجي عند الراقي يقرأ يقول أنا أحس في شيء عندي. وش تحس فيه؟ شوي إلا تطلع وسوسة. هذه الأشياء إحنا نقول يا جماعة موجودة. وفي فرق بين التلبس وبين الشخص اللي هو مو مريض، يعني أحيانا تخيلات. والله يا جماعة بعضهم يصل فيه التخيلات إلى شيء ما حسبته حسابه. يعني مجرد ما تجد عند قول الله تبارك وتعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يصيح يمكن مع سحر حتى يحصل عندك تلبس لبس في الأمر. شوية تتأكد. طبعا كل راقي له طرقه في أنه يستطيع يعرف الشخص هذا في تلبس حقيقي ولا لا. يعني إذا في تلبس حقيقي في طرق تعرف فيها أن تلبس فعلا اللي فيه تلبس ولا. يعني أنا مثال أحيانا أقول بعض الحالات تجيك شفت الطفل يوم ترتفع معه الحرارة يحذي، حتى بعضهم يقول أنا جالس أحس أني أتكلم لا إراديا. ترى هذه حالات نفسية يا جماعة. في فرق بين الحالات النفسية إذا يسمونها في علم النفس البيئة الضاغطة، تصل مرحلة تتكلم لا إراديا، ثم عاد يجيك شخص مبتدئ في الرقية ويقول ترى لي معه مس يلا أطلع. ترى مو بصحيح. التلبس الشخص الراقي المتمكن عنده الطرق اللي يعرف فيها أن هذا تلبس وليس حالة نفسية. ترى الحالات النفسية تنتشر عند النساء أكثر من الرجال، فلذلك الراقي المتمكن يعرف أن هذا تلبس ويعرف أنه لا غير تلبس، ويعرف أن بعض النساء أو بعض الأشخاص يمثل لأجل يوهم من حوله إن فيه مس. بعض منهم يبى الاستعطاف، يبى الرحمة، أسرته تنقل همه، موجود. هذه كلها مرت علي. أنا أذكر امرأة جاء شخص قبل 4 سنوات وأقرأ على زوجته. بعد قراءتي على زوجته طبعا المرأة صارت تتكلم كلام يعني قوي جدا كأنه شخص يتكلم عن لسانه. أنا عندي طرقي إني أعرف إن فيك تلبس ولا ما أنت فيك تلبس.
أنا قرأت على آلاف الناس، مجرد ما ودك تحضر عندي أعرف إن في تحضير حقيقة ولا وهمي، وأعرف إنك صادق ولا كذاب. قلت لها قدام زوجها أنت كذابة، ما أنت صادقة، أنت الحقيقة اللي أنت تتكلمين، ما معك تلبس أبدا. يوم شديت بالكلام معها، شديت، حاولت مرة مرتين، شديت بالكلام ورفضت، صاحت وبكت قالت نعم يا شيخ، أنا زوجي تزوج علي، منعني من أسرتي، وأنا حقيقة أبغى أكسبه، وأبغى هو اللي يوديني، أبغاه يهتم فيني، يكون صادق معكم. زوجها قام، قلت له لا لحظة، الخطأ خطأك وصحح خطأك، وزوجتك ربما أرادت أن يعني تلفت نظرك، فهذا ما يصير. هي وصلت حالة نفسية وقعدت تتمثل عشان تكسب زوجها وتخليه يهتم فيها أكثر من الثاني. يا جماعة ترى يحصل، هذا يحصل ناس صادقين أصلا، هو يتوهم إن في تلبس وهو الحقيقة ما في تلبس. يقول لا غلط، القرآن كله شفاء، وإحنا وش نقول من اليوم؟ القرآن كله شفاء، شفاء للضغط النفسي، شفاء لأمراض السرطان، شفاء للأمراض الروحية، شفاء ما في شيء، ما ندور. لكن إحنا لما نقول أنت عندك حالة نفسية، أحيانا تعب الأعصاب يحتاج إلى أدوية، فيجب أنك تروح. يعني معقولا بعض الأمراض، يعني ترى إحنا نتكلم خالد سامي، طيب حلو. فيا جماعة شوف، التلبس موجود، السحر موجود، الحسد موجود، الوهم موجود، الوسوسة موجود. يعني أذكر من الحالات جاني شخص ما يمشي، والله يا جماعة ما يمشي، وهو صادق، رجل كبير سن، والله ما يستطيع يجامع زوجته، يعني ينقلون النقالة، يشيلونه ينزلونه، يودونها الدورة يشيلونه، ما يمشي إلا بعربية، ما يستطيع مجامعة زوجته. يوم جلست معه أثناء الرقية تبين لي أن الرجل فيه وهم، وإنه عايش إنه مسحور حقيقة. أنا ما قلت له ترى ما أنت مسحور، قلت موضوعك عندي والحل، وحلنا. يا جماعة ثاني أسبوع وهو يمشي، ثالث أسبوع وهو ينام مع زوجته. ما خلصنا 3 أسبوع ناديت عياله وجلست معاه، قلت ترى أبوكم لا في سحر ولا في تلبس. قال طيب كيف يا شيخ أنت تقول كذا أثناء الرقية قلت يا أخي أنا سايرته حتى شلت الوهم اللي عنده، درجة ما يستطيع والله يا جماعة يمشي، والله صار يمشي، والله صار ينام مع زوجته، وصار يوديهم بالسيارة ويجي. أول لا يقدر يسوق سيارة ولا يقدر يمشي ولا يجامع زوجته أبدا، وهذا وهم، وهذا مرض موجود حقيقة. ترى عالجناه من الوهم، نعم عالجناه، وسحبناه من هذا الأمر إلى أن رديناه شخص طبيعي وعاش طبيعته، صار يمشي، صار يسوق السيارة، صار يجامع زوجته وأموره طيبة، وانتهت الأعراض هذه كلها. ولا قلت لأولاده انتبهوا، يعرف هذا الشيء اللي بيني وبينكم، انتبهوا، يعني هذا الأمر ما يصير. بس أنا حبيت أن أعطيكم خبر، لأنه ما تركوا راقي في المملكة إلا راحوا له، ولا قال أنا ما شفت أحد عالجني غيرك. هو صارت أنا عالجته، بس عالجته بطريقتي الخاصة، عرفت كيف أشخص حالته وعرفت كيف أعالجه. ترى إحنا يمرون علينا الحالة، لا تعتقد يعني ممكن يمر من 3 من 5 شخصين يحضر ونطلع الجنة أثناء إحنا جالسين وينتهي السالفة، ويقوم من عندنا متعافي أموره طيبة. أذكر من الحالات اللي مرت علي في الرياض شخص ما يستطيع الدوام والله يا جماعة العمل ما يقدر إذا دخل في السيارة بكبري ولا زحمة سيارات ترك الدوام ورجع لبيته، ما خوف. مر على الرقاة قالوا هذا جن، مر على لا ما بجن. هو في الحقيقة سألت أنا قلت متى جت هالحالة؟ قالوا كان نايم ودقوا عليه واحد من زملائه، السلام عليكم وهو نايم. قال حلا حياكم الله. قال تعرف فلان؟ قال نعم. قال ترى صار عليه حادث توفى. فلان من هو؟ خويه الخاص. بعدها يا جماعة ما يقدر ولا يستطيع
لا يقدر ينام مع زوجته، والله المسجد ما يصلي، المسجد باب المسجد على فم باب البيت، ما يقدر، ما يستطيع يصلي في المسجد، ما يستطيع يركب السيارة. ودوه دكاترة نفسية، ودوه رقاه، يسر الله. جلسنا معي 3 جلسات، ترى زوجتي دائما معي في البيت، موجودة معي في البيت أغلب أوقاتها معي. 3 جلسات، الجلسة الرابعة داوم يصلي في المسجد، وسافر إلى القصيم، أموره طيبة وحالته أحسن منها ما فيه، وما خلوا شيء إلا وتراه تعالج عند أكبر شخص دكتور نفسي في الرياض. واخذونه يركبونه في السيارة ويغمض مع الخطوط ويخاف. بعضهم قالوا هذا جني دخل أثناء الصدمة. لا يا جماعة، ترى بعض الحالات ودها تشخيص صحيح، العلاج وده تشخيص، وهذا من الله تبارك وتعالى. لا توهم المريض، أنت معك جن وحنا بنطلع، لا توهم يا أخي، خاف الله عز وجل، لا تأخذ مال الناس بالباطل. ترى هذا مرض، هذا تعب ينتشر، سحر مشموم، سحر مدري إيش، وتدخله في دوامة لا أولها ولا تاليها. ما يصير يا أخي. المسحور قل له مسحور، والمتلبس قل له تلبس حقيقة، ونسأل الله أن يصلح الحال والأحوال وفي خير. احنا نقول هذا الكلام نقول ترى في رقاة فيهم خير، وناس نفع الله فيهم، وشوفي على حالاتهم حالات كثيرة، وبارك الله في رقاهم. يا أخوان، فيه 2 من العباد أذكرهم في بريدة، واحد اسمه عليط والثاني اسمه ذكروني، كانوا ما يقرؤون إلا 5 دقائق 3 دقائق، يقرؤون بنية الشفاء، شفى الله على أيديهم أناس، وبارك الله في رقياهم، وبارك الله. أنا الخير ترى موجود، الخير موجود في كل منطقة، فيه خير، وكل طلبة العلم فيهم خير. نعم في مبالغة في بعضهم، نعم يبالغ ويوهم موجود، لكن نبعد. ليط ما أدري هو حي ولا توفى، شايب عابد من عباد البريدة. وفي واحد ثاني الظاهر اسمه رشودي أو شيء، الله يغفر لهم ورحمه، ما أدري هم حيين ولا توفاهم الله. يعني أذكر من رقاهم ما يتعدى 3 دقائق إلى 5 دقائق. والله يا جماعة حالات شفيت على أيديهم، وبارك الله فيهم برقياهم، ولا يقرون لا بتحذير جن ولا بتطريع جن، يقرؤون بنية الشفاء وإن الله. لكن عباد أهل صلاح، يومه كله عبادة وذكر وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، عباد يشهد لهم القصيم كلهم، يعني هم من عباد القصيم حقيقة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجزاكم الجنة وأن يعطيكم العافية. موعدنا غدا إن شاء الله الساعة 4:15 على توقيت 5:15 5:15 على توقيت الإمارات. معايا يا جماعة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويجزاكم الجنة ويحفظكم بحفظه ويكلكم في رعايته يا رب. طبعا الداعمين الداعمات جمل الله حالكم وكثر الله خيركم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الأمر في ميزان حسناتكم يا رب. اللي كبسوا واللي شيروا، لا تقفل يا شيخ، أشغلني خالد والله يبغى. وش الصوت؟ السماعة نزلت وبقى الصوت حق المجلس صوت مكيف، سامحونا واعذرونا، وإن شاء الله غدا بكرة نلتقي فيكم غدا الساعة 4:15 إلى 4:30 بحول الله وقوته، تفسير منامات واستشاراتكم الخاصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه ويكلكم في رعايته. لا تجيب خالد بكرة، من جيب؟ حطينا لكم رهف ورفضتوها، حطينا لكم خالد ورفضتوه، حطينا لكم البراء ورفض. ما من بقى ها الله يحفظكم بحفظ الرحمن. بكرة موعدنا إن شاء الله. استودعكم الله.